يا مساء التوفير على الستات الشاطرين، الستات القوية، الستات الجدعة، الستات المية مية. نزلت النهاردة وكان ورايا مشوار مهم، وانا راجعة قلت عدى اشتري حبة طلبات من السوق. افتح الشنطة بتاعتي الاقي فيها كام؟ تخيلوا، لقيت فيها 67 جنيه. والله العظيم زي ما بقولكوا كده، 67 جنيه ونص بالظبط، من غير ما ازود عليكم ولا جنيه. دخلت السوق وانا ماسكه ال67 جنيه في ايدي، وبصراحه كنت حاسه اني داخله على امتحان. عارفين الاحساس ده لما تبقي نازله ومش عارفه ال67 جنيه دول هيعملوا ايه؟ يعني انا فعلا حطيت نفسي مطرح اي واحده لو معهاش فعلا الا ال67 جنيه دول، ونازله من بيتها بال67 جنيه دول، هتعمل بيهم ايه؟ وده فعلا اقسم بالله اللي جه في بالي على طول اول حاجه. قلت فعلا يعني في ناس كتير قوي مساكين هيعملوا ايه فعلا بالارقام دي؟ ال67 جنيه دول ممكن يجيبوا ايه فعلا؟ قلت في عقل بالي، يعني انا كده هرجع بحاجة ولا هرجع متنرفزة واقول الدنيا غليت ومفيش فايدة والمصروف مش مقضي ومش عارفين نجيب ايه ولا نعمل ايه ولا نمشي الدنيا ازاي؟ بصوا بقى يا اخواتي ويا حبايبي، لاي حد ظروفه على قده، اي حد ماشي بالعافية، مش عايزاكم تتنكدوا ولا تشيلوا هم حاجة. والله العظيم بجد سيبيها على الله، ربنا شايف وعارف انتي بتعملي ايه وبتسعي ازاي وبتعملي ايه، وهو ده اللي جايلك وهو ده رزقك، فهتعملي ايه؟ فمش عايزاكم تتنكدوا. قلت لنفسي يا نجلاء، انتي مش هتنكدي ولا هما كمان هيتنكدوا، وهينزلوا ويشوفوا، وهننزل ونشوف، وهنشتري بالعقل، وهنثبت ان التدبير مش محتاج فلوس كتير. احنا محتاجين بس نكون فاهمين احنا بنعمل ايه وبنجيب ايه. المهم مش هطول عليكم، بدأت ألف وأسأل وأقارن وأشوف ده هنا بكام وهنا بكام، وأني الأرخص وأني الأحسن وأني اللي شكله مش دبلان أوي ومش بايظ وحلو وماشي الحال. وقلت أنا مش هشتري من أول واحدة ولا أول واحد هيقابلني، وقلت هبدأ بإيه؟ قلت هبدأ بالفاكهة اللي تكفي البيت وتبقى كمان مفيدة. ولقيت الاستفندي كيلو ونص ب10، جبت 3 منه ب20. الاستفندي على فكرة فيه فوائد كتير قوي، يعني أول حاجة بيقوي المناعة، بيمنع الأمراض اللي منتشرة اليومين دول فيروس مش عارفة ايه وفيروس ايه، حاجات كتير منتشرة، هو بيمنع الكلام ده وحلو قوي للبرد على فكرة، هو والبرتقان. وفيه فيتامين جيم، وايه تاني، وفي فيتامين جيم اللي فيه ده فيه كولاجين محسن للبشرة، وبيعزز الجلد ونضارة الجلد، وفي كالسيوم. يعني في كذا حاجة على فكرة، الاستفندي والبرتقان اللي احنا مستقلين بيه ده او مش مدينه حقه، لا هو فيه كمية فيتامينات حلوة جدا. زي ما قلت لكم اني لقيت الاستفندي كيلو ونص ب10، وجبت 3 كيلو ب20، وقلت يا سلام هو ده الكلام. قلت في عقلي بالي هي مش فاكهة بس، دي كمان مناعة، دي حاجة حلوة للولاد كمان ياكلوها، للي في البيت ياكلوها، دي بدل اي حلويات غالية. اخدت 3 كيلو بال20 جنيه، وقلت كده تمام، اول خطوة عدت. مشيت شوية ولقيت قرنبيط، الراجل كاتب عليه واحدة ب6.5 وواحدة ب10، جبت 2 من ابو 6.5 ده اللي انتوا شايفينهم دول، القمرية دي كده ب6.5، والعسلية اختها اللي جنبها دي برضو ب6.5، جبت 2 ب13 جنيه. هو والله اخد 12.5 كمان، اخد 12.5. وادي ايه القرنبيط كمان عدى. قلت بصراحة حلوة قوي وهيقعد معايا يومين 3. القرنبيط ده لوحده يتقلي يتعمل صينية، يتعمل شوربة، وغير انه اصلا بيشبع وسعره حلو جدا، سعره اصلا ولا حاجة. يعني ايه قرنبيطة ب6 جنيه ونص؟ يعني ايه؟ قلت ايه يا نوجة بقى، ما فيش كده اي خضار ولا اي حاجة احنا نقضيها قرنبيط بقى واستفندي ولا ايه؟ مشيت بقى شوية لقيت ايه؟ لقيت البسلة بقى دي حكايتها حكاية، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، بين اللي انا اجيبها وافصصها ومفيش وقت للكلام ده، وبين اللي انا اجيبها متفصصة وقعدت بقى ايه بيني وبينكم كده، قعدت تغريني متفصصة كده جاهزة. بكام يا عم البسلة؟ قال لي ب40 جنيه، الكيلو ب40 جنيه.
قلت له الكيلو ب40. قال لي اه. طب والتانية اللي هي عايزه تتفصص دي بكام؟ قال لي ب20 جنيه. ومشيت شويه، سبته ومشيت طبعا ما جبتش. ورحت مشيت شويه، لقيت برضو بعديه بشويه كده واحده قاعده حاطه برضو اكياس البسله دي واكياس فاصوليا متفرزين وجاهزين. بقى ده ايه بقى؟ ده نجيب بقى من الجاهز ده ولا نعمل ايه؟ وبعدين قلت هو انت رايحه توفري ولا رايحه تخربي؟ قلت بس اساليها ما يجراش حاجه. رحت فعلا سالتها وقلت لها ايه بكام يا عسل البسله؟ قالت لي البسله الكيلو ب30 جنيه. قلت لها كيلو؟ قالت لي اه كيلو. قلت لها يعني الكيس ده كيلو؟ قالت لي اه كيلو. وهي بقى عندها ميزان. قلت لها طيب ايه، ممكن تحطي لي الكيس ده على الميزان نوزنه؟ بصيت لي كده بصه كده، انا ما عرفتهاش يعني بس عرفتها في الاخر. قلت لها يعني الميزان قدامك اهو، وانت هتحطي الكيس بس كده نعرف ميزانه ايه وخلاص. راحت حطت الكيس، انا شايفاه 500. فبقول لها ايه ده ومكتوب عليه كام؟ راحت قالت لي ايه ده مكتوب عليه 500 جرام. قلت لها انت مش بتقولي كيلو؟ راحت قالت كيلو بسله متفصص. يعني لما هي فصصته جابت الكيلو فصصته وبقى كيلو. سبتها ومشيت وما رضيتش بصراحه اجيب منها. وجبت بقى كيلو بسله اللي هو عايز يتفصص ده اللي انتوا شايفينه ده. قلت برضو البسله اكله جميله خفيفه، ممكن تتعمل بلحمه، ممكن تتعمل من غير لحمه. لو عندك ربع كيلو لحمه في الفريزر، لو عندك كيس فيه شوربه، هتبقى اكله ملوكي. يعني مش قادره اقول لكم. قلت لنفسي بقى كده باقي فلوس بسيطه، فلازم اجيب حاجه تكمل الاكلات دي. قلت اجيب جزر. الجزر اساسا الكيلو ب10 جنيه وب15 كمان. ده جبت ايه؟ جبت نص جزر ب5 جنيه، يعني ولا حاجه. وخدته مع البسله كده، يبقى احنا عندنا ايه؟ بسله وجزر ممكن يقعد معانا يومين، وعندنا القرنبيط ده ممكن يقعد معانا يومين. يعني تعرفوا كده انا صرفت كام؟ صرفت 67 جنيه. اكل يكفيني من 3 ل4 ايام. يعني لو 4 ايام اليوم واقف على كام؟ واقف على 17 جنيه او 17 الا كمان. مش محصل حتى 20 جنيه. طبعا لو جبنا بقى بيض او دقيق يبقى مثلا قولي 20 يا ستي ولا 25. يبقى برضو لو بصينا هنلاقي ان يومنا برضو واقف على 25 جنيه. انا مش نازلة اشتكي ولا اقول غلاء ولا اقول بقى الدنيا غالية، ولا نازلة اقول التوفير فن ولا تدبير ولا مهارة ولا كل الكلام ده. كل واحدة فينا لو عرفت تعدي يومها بالعقل هتعرف تمشي بيتها وتحافظ على فلوسها وتحس انها ايه ملكة في بيتها. على فكرة لو فضلتوا معايا لاخر الفيديو هتلاقي حاجة حلوة اوي هتعجبكم. ولو انت واحدة بتحاولي بكل طاقتك وبتقفي قدام المصاريف وبتقولي يا رب ارزقني، فانا بقولك انت قوية وشاطرة ومحدش يقدر عليكي. انت مش قليلة، انت ست بيت بتعافري وبتدبري وبتعرفي تعملي المستحيل، وان شاء الله هتعملي على فكرة. وصدقيني لو كل مرة نزلت السوق ورجعتي بزيادة او حتى رجعتي مكفية، قولي لنفسك برافو عليا انا ست مش سهلة واقفة على رجلي. وبكده ده كان مشواري النهاردة. 67 جنيه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده كل ده كان ب67 جنيه، وكمية أكل تساعد البيت في كذا يوم. وتجربتي دي بتثبت إن كل جنيه في إيد أي ست شاطرة بيساوي 10. والله العظيم بجد اعملوا من الجنيه 10، اعملوا من التلاتة 30. ازاي؟ زي ما بقول لكم كده. طيب ناس بقى تانية هتيجي تقولي يعني انت هتجيبي بضاية وهتجيبي دقيق للقرنبيطين دول ب7 جنيه زي ما انا بقول لكم، او ب8 جنيه زي ما انا بقول لكم، ان دوت هيكلف ان كده اليوم معانا عامل 17 جنيه. وممكن لو جبنا بضاية او دقيق فدوت هيعمل ايه؟ هيعمل معانا 25 جنيه. لا هقولك يا شاطرة، هو انا مش قصدي كده. انا قصدي اللي احنا جبنا الاساسيات، جبنا الحاجات المهمة. طيب انا اصلا اكيد مش انتي مش بتاخدي مصروف 25 جنيه، فاكيد مثلا اقل حاجة قولي يا ستي هتاخدي 100 جنيه او هتاخدي 50 جنيه. فاكيد برضو اللي انتي مش هتصرفي كلها كده يعني،
هتعرفي تجيبي بقى كيلو دقيق، تاخدي منهم حبة للقرنبيط، ويبقى الباقي عندك تعملوا منه كيكة، تعملي منه فطير، تعملي منه قرص. هيبقى عندك، مش هتعملي منه حاجة، وقت ما تحتاجي اي حاجة هتلاقيه. طيب عندك ايه تاني؟ لو انت برضو ست بيت شاطره ومشيتي زي ما انا بقولك كده، انت جبتي الاساسيات عندك وخلاص. انا دلوقتي باخد ال50 جنيه بحطها في جيبي؟ لا، انا مش هحطها في جيبي، انا ممكن احطها يومين 3 كده، اجمع اجيب كرتونة بيض واحطها في التلاجة. فهمتوا بقى قصدي ايه؟ يعني مش قصدي اللي احنا هنمشي بال25 جنيه، لا، انت لو بتاخدي 100 جنيه هتصرفي 25، هيبقى معاكي 75، هتفضلي كل يوم تشيلي ال75 دول. في يومين هيبقى معاكي حق كرتونة بيض، في يومين 3 تانيين هيبقى معاكي حق 10 كيلو رز، شكارة رز 10 كيلو. فهمتوا التوفير هيجي من ايه؟ هيجي لما احنا نحط القرش على القرش لغاية لما نجيب الأساسيات في البيت الرئيسية، اللي هي ايه؟ اللي هي الرز، المكرونة، الشعرية، الطماطم نصلصها ونحطها في الفريزر. ومش عايزة اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، لو قعدت اكلمكم من هنا للسنة الجاية والله عندي كلام كتير قوي عايزة اقوله لكم، وعندي نصايح قوي ليكم، ومش عايزة اتقل عليكم، وخلينا نكمل في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.